جمهور نادي الزمالك العظيم طبعا بعد البدايه القويه 2-0 يمكن مش بالاداء القوي عشان نبقى متفقين قد ما عرفت تستغل الفرص. يمكن فرصك كانت قليله ومن اقل الفرص يمكن اقل عددا وقدرت تحرز هدفين جمال جدا لناصر ماهر طبعا وتمرير اللاعب الكبير ادم كايد واللي ان شاء الله اتمنى له التوفيق ولاعيب لمساته ولاعيب شفنا شخصيته وشفنا شيكوبانزا يمكن مش لكن الوقت خامته طيبه جدا وانا بقول لكم براهن عليه انه لاعب كبير جدا. اي نعم طلع معموس لكن هيتظبط الفتره اللي جايه لكن لعيب لمسات لعيب جريء لعيب عايز كوره لعيب بيعرف يدافع لعيب بيلعب في العمق لعيب كبير جدا. شفنا كمان حبيبنا علي اللي نزل وكان عنده تاثير جامد جدا عمل اداء جامد جدا في الجهه اليمين لكن انا بقول لسه الجماعيه لسه ما شفناهاش التكتيك ما كانش واضح لكن خلينا نتفق ان الاهم في المباراه دي انك انت تكسب وكسبت بهدفين ولا اروع لناصر ماهر والهدف العالمي لمحمد شحاته اللي عمل اداء ممتع في نص الملعب لكن لسه بقى اللعيب البرازيلي لسه عدي الدباغ لسه التشكيله واتمنى ان المطلوب منه انه يقف على التشكيله القويه لان نادي الزمالك عنده لعيبه جامده جدا ولعيبه انا واثق انها تحدث الفارق لكن بقى التكتيك اللي هيلعب بيه ده اللي يهمني شكل الزمالك ازاي هو بيدافع وهو مش معاه الكوره وشكله هو بيهاجم وهيلاقي الفرقه ازاي بتلعب تحت الكوره وازاي هيقدر يخترق وازاي يقدر يفتح المساحات ويقدر يخلق فرص. نتمنى التوفيق لكن انا بقول نادي الزمالك نتمنى اول 3-4 مباريات ان شاء الله المكسب ويستمر. نتمنى التشكيل الصح يقدر يقف عليه. نتمنى نشوف بقى عدي الدباغ لما يجي اللاعب البرازيلي لا ولسه منتظرين حاجه جامده جدا وان شاء الله المدرب ده يكون عنده فكر ويكون فكره واضح ازاي بيهاجم ازاي بيدافع ويكون في شخصيه لان الزمالك اذا ثبت تشكيله صح وقدر يقف على التشكيله ومدرب شخصيه واداء الزمالك ان شاء الله بيفرحنا السنه دي.